تتفكر تجي لاوروبا ولكن ما عندك حتى شي حرفه في يديك، تتسول واش تقدر تكالي راسك في اوروبا ولا لا من بعد ما تجي. هادشي علاش نجاوبكم في هذا الفيديو. بغيت نقول لك الا كنتي باقي في المغرب من احسن انك تجيب معك حرفه من المغرب، اي حرفه كما كانش، وبالخصوص الا كانت عندك الحلاقه من احسن. هادشي علاش الناس اللي تتفكر هنا تجي لاوروبا قبل ما تحط رجلك في اوروبا جيب معك الصنعه. علاش؟ ان ما كاين لا حنين لا رحيم، ما كاينش شي واحد غادي يكاليك قد دراعك انت. يعني الا كانت عندك شي حرفه تقدر ديباني راسك بمحل الله. الا دخلت لك هذيك الحرفه غير 5 اورو في النهار راه البركه. احسن لك من انك تبقى تعاني وتبقى تسنى الجمعيات، والجمعيات يكون اغلبيه الضغط عليهم تيجاوبوك على مده اللي طويله بزاف. يعني حاول انك تجيب معك اي حرفه، سواء كانت حلاقه، سواء كانت بلومبي، سواء كانت بناس، نجار، اي حاجه اللي تقدر ديبانيك بمحل الله. الناس صيفطوا لي بزاف الميساج تيقولوا لي انا تنفكر نجي لاوروبا ولكن ما عندي حتى شي حرفه في يديا، واش نقدر نكالي راسي؟ اخويا هنا الناس بوراقيهم والامور صعيبه بزاف. علاش؟ بزاف الناس عندهم واحد الفكره ان الا جيتي اوروبا غتحلوا لك جميع المشاكل. لا، نهار تجي لاوروبا بالخصوص الا كنتي جاي بلا اوراق، يعني انت مانيش غير حراك، غادي تعاني بزاف. وهنا ما كاين لا حنين لا رحيم، ما كاينش لا غادي يعقل عليك من غير الجمعيات غادي يعقلوا عليك. ولكن كنقول لكم واحد المده طويله غادا باش تقدر توصل نفسك تقدر تدخل للجمعيه. يعني الشهر الاول عول على انك ديباني راسك براسك، الشهر الثاني كذلك، سير على مده 3 شهور، وهذيك الساعه تقدر تلقى شويه الضوء من ناحيه الجمعيات. اما من ناحيه كما قلت لكم ما تجيب معك حتى شي حرفه راه غادي تعاني بزاف، غادي تعاني والخوت بزاف. وهذا الشيء تنقولوا لكم اللي شو دابا انا تنشوفوا بعينيا قدامي. الناس اللي جايبين ما جايبين لا حرفه لا والو تيعانيو. والناس اللي عندهم الحرفه على الاقلام ديبانين ريوسهم بالنوار. مسلكين الامور بمحل الله. والله يدير شي تاويل الخير لجميع المسلمين المغاربه الجزائريه اللي تيتقاتلوا على رزقهم بالحلال. ما تنساوش اخوت بارطاج، لايك، كومونتير يكون زوين، واشتركوا باش ديما نوصلكم جديد ان شاء الله.